الخميس الساعه 4 العصر. حلو. انا بديك وقائع كويس واضحه. 4 العصر تمام. حصل مكالمه من شيرين عبد الوهاب للراجل المحترم المحامي ياسر قنطوش. محامي ياسر قنطوش. حلو. واضح ان في موده، او يعني الراجل معقول، ياسر كويس وسمعته كويسه. ياسر الحقني وبتعيط وصوتها مخنوق. كويس. الحقني. تمام. فالمهم الراجل مش موجود في القاهره. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. احبائي اصدقاء قناه كوكب الشرق، اهلا بيكم. النهارده معنا لقاء مع ترند الايام دي، وهو حسام وشيرين. في وسط دوشه الاخبار والاشاعات مفيش قضيه ولعت السوشيال ميديا في الفتره الاخيره قد قضيه شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وقصه مليانه تقلبات ومفاجآت كل يوم فيها فصل جديد. والنهارده معانا تفاصيل حصريه، تصريحات ناريه، وتحليلات تخليكم تبصوا للقضيه بشكل مختلف تماما. جهزوا نفسكم لان اللي هتسمعوه دلوقتي مش مجرد اشاعات، ده فيلم واقعي بكل المقاييس. القصه ولعت اول ما اخو شيرين محمد عبد الوهاب خرج في الاعلام وقال كلام اعتبروا الناس قنبله. توعد حسام حبيب وقال ان في قضايا هتنزل عليه قريب من عند ربنا، وانه مش هيسيب حقه. والاخطر من كده انه فتح موضوع شقة الزمالك اللي اتقال فيها قصص كتيرة، وقال ان خلاص الحكاية بقت معروفة ومصير حسام فيها هيبقى فضيحة كبيرة. الجمهور هنا اتقسم، ناس شايفة ان محمد بيحاول يحمي اخته، ناس شايفة انه بيزود النار على النار وبيستغل اسمها. ولسه البداية، اللي جاي كان اقوى. شيرين بنفسها طلعت وقالت انا زهقت، مش عايزة حد يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، انا تعبانة ومضغوطة نفسيا. الكلمات دي كانت زي استغاثة. ناس كتير حسوا ان شيرين وصلت لمرحلة انهيار، خصوصا بعد الازمات اللي عدت بيها من قبل. لكن في نفس الوقت البعض اتهمها انها دايما بتظهر لحظات ضعف وتخلي حياتها دايما مادة للجدل. بعد ساعات قليلة من كلام شيرين نزل علينا خبر قلب الدنيا، القبض على حسام حبيب. ومش بس كده، دي اتقالت اشاعات ان السبب مخدرات. الناس وقفت مش فاهمه ازاي من ساعات قليله كان بيتقال انه رجع لشيرين وفجاه يتحبس بقضيه مخدرات. الخبر عمل زلزال في السوشيال ميديا وبدات التحليلات. في ناس قالت اكيد الاشاعات معموله علشان يبعدوه عن شيرين، وفي ناس تانية صدقت فورا وقالوا ما هو طبيعي بعد كل المشاكل دي. لكن الحقيقة اتكشفت لما دخلت الإعلامية بسمة وهبة على الخط. بسمة وهبة قالت إن الكلمة أنها كلمت حسام وهو معاه على التليفون من المكان اللي اتقال إنه محبوس فيه، ونشرت مكالمة كاملة قلبت الطاولة. حسام قال بالنص أنا مش محبوس، كل ده إشاعات، وأكد إن في حملة ممنهجة ضده، وإن في ناس عايزة تشوه صورته بأي طريقة. لكن الملفت جدا في كلامه إنه قال إنه بقى مرعوب من نزول الشارع أو حتى إنه يتصور مع حد علشان ما يطلعش الناس إشاعة أو إشاعات جديدة عليه إنه تصور مع حد. وده بيورينا ان الضغط النفسي اللي عايشه حسام مش قليل، والموضوع مش بس اشاعات، الموضوع بقى حرب عصابات حقيقيه. ومع ذلك كان فيها اعترافات خطيره. في نفس المكالمه حسام اتكلم عن شيرين وقال انها تعبانه جدا ومحتاجه للدعم، وقال جمله لفتت الانتباه: شيرين محتاجه الناس اللي بتحبها يقفوا معاها مش يهددوها بكلام سلبي. الجمله دي فتحت نقاش كبير. هل فعلا الجمهور ظلم شيرين بتصديقه للإشاعات، ولا اللي حواليها هم اللي وقعوا في الدوامة دي؟ لسه القصة بتكبر أكتر وأكتر. وسط الضجة دي كلها طلع خبر تاني صادم. شيرين قررت تعتزل الغنى تماما.
الناس اتصدمت، هل معقول واحدة زي شيرين اللي صوتها محسوب من أقوى الأصوات في الوطن العربي تفكر تبطل غنى؟ الأسباب اللي اتقالت كانت إن في ناس حواليها بيستغلوها لمصالح شخصية، وإنها بقت مش قادرة تكمل في الوسط اللي كله حسابات واستغلال. الخبر ده لو صح يبقى كارثة فنية، لكن لسه غير مؤكد. ومع ذلك مجرد طرح فكرة اعتزالها كان كافي انه يشعل مواقع التواصل الاجتماعي، والمفاجأة كملت لما دخلت تصريحات جديدة من العيلة بتاعت شيرين والعيلة بتاعت حسام. والد حسام نفسه خرج وقال ان المحامي ياسر قمطوش كان بيهاجم شيرين مش عشان الحق، لكن عشان الحنفية اتقفلت، يعني الموضوع كله مصالح. الكلام ده كشف جانب تاني من القصة، ان حواليهم ناس كتير بتلعب لمصالحها الخاصة، سواء كانوا أهل أو محامين أو حتى أصدقاء. وده يعني يطرح سؤال مهم جدا، هل شيرين ضحية استغلال من أقرب الناس ليها؟ لسه في كلام تاني خلي بالك هيخلي الصورة أوضح. كتير من النقاد والإعلاميين قالوا إن أكبر خطأ عملته شيرين وحسام هو إن حياتهم الشخصية بقت معروضة للعلن. كل مشكلة، كل خناقة، كل تصريح بيتحول لقضية رأي عام، وده بيخلي الجمهور اللي ملوش علاقة يتدخل ويكون رأي ويهاجم. لو كانوا قفلوا حياتهم الخاصة الجمهور كان هيتابع بس شغلهم الفني فقط لا غير، وأعمالهم وأغانيهم، لكن حياتهم الشخصية هتفضل شخصية وبعيدة عن الناس. لكن دلوقتي حياتهم اتحولت لمسلسل تركي مفتوح على السوشيال ميديا. لكن وسط كل ده في بصيص أمل، رغم كل حاجة لسه في جمهور ضخم بيحب شيرين، وكل مرة تقع فيها بترجع تلاقي دعم كبير. الناس دي هي اللي ممكن تنقذها فعلا لو ركزت على جمهورها وسابت المشاكل وراها، وهتقدر في الوقت ده ان هي ترجع اقوى من الاول. ولو فكرنا شوية، ليه كل اشاعات اللي بتطلع على شيرين او حسام بتتصدر الترند في دقايق؟ السبب ان شيرين شخصية بتعتبر مادة اعلامية دسمة جدا، صريحة زيادة عن اللزوم، وكل كلمة بتقولها بتتحول لمانشيت. اما حسام فبقى دايما مرتبط باسمها، وده بيخليه جزء من القصة طول الوقت. النتيجة حياتهم الشخصية بقت وسيلة جذب للقنوات والبرامج والسوشيال ميديا، واللي يبان ان القصة لسه هتكمل فصولها. اللي حصل مع شيرين وحسام يورينا درس مهم جدا، ان الكلام والاشاعات ممكن تهد بيوت وتدمر ناس، وربنا سبحانه وتعالى حذرنا وقال في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني قبل ما نصدق إشاعة أو ننشرها لازم نتأكد، عشان كلمة واحدة ممكن تضيع سمعة إنسان. خلينا نركز على الكلمة الطيبة والدعم بدل الهجوم، و ندعي لشيرين أو لأي حد بيمر بأزمة إن ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويهديه. استنوني الحلقة الجاية، لأن الواضح إن مسلسل شيرين وحسام لسه مخلصش، ولسه في فصول كتير جاية. شكرا لحسن استماعكم. كان معاكم الناقد الفني طارق السلموني. تحياتي وإلى لقاء آخر أحبائي إن شاء الله.